طبعا زي ما انت شايف كده من جمدان البداية هنستنى للنهاية. جايب لك النهاردة موقع بيعمل كل ارقام دول العالم اللي نفسك فيها، منها بلجيكا والبرازيل والمانيا واليمن. او بمعنى اصح انت عايز ارقام فينش. من النهاردة هقول لك وداعا بوتات التليجرام اللي كل شوية تطلب منك روبل وانت مش عارف تعمل منها ارقام. فانا جبت لك موقع بيعمل ارقام من كل دول العالم مجانا. طبعا هنروح على الانترو ونرجع تاني على الشرح على طول عشان اعرفك دول الموقع وازاي تعمل رقم من الموقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما انت شفت كده في بداية الفيديو، معانا النهاردة موقع بيقدم لك 51 دولة تقدر تعمل منهم ارقام فيك لأي تطبيق عندك، منهم التليجرام والواتساب والفيسبوك، وكمان ممكن تقدر تعمل حساب جوجل برقم فيك من الموقع ده. تمام. وقبل ما نبدأ الشرح في الموقع اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش رأيك في كومنت. تمام. تعالى بقى نشوف الدول اللي في الموقع بتاع النهاردة. معانا اول حاجة استراليا، النمسا، بنجلاديش، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، تشيلي والصين، كولومبيا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، هونج كونج، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، الأردن، كازاخستان، لاتفيا، ليتوانا، ماليزيا، المكسيك، ميانمار، هولندا، نيجيريا، النرويج، الفلبين، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، رومانيا، روسيا، صربيا، جنوب افريقيا، كوريا الجنوبية، اسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاند، اوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، اوزبكستان، واخر حاجة فيتنام. تمام. طيب، طبعا الموقع ده كل الدول اللي انت شفتها ديت في منها ارقام كتير جدا 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 في الموقع. تمام. تعالى مثلا نفتح في سيرفر استراليا. اول ما تفتحه هتلاقي ان فيه طبعا ارقام كتير جدا، هو بس رخامة الموقع ان هو كل شوية يظهر لك اعلان. تمام. فانت هتتخطى الاعلان، هو اصلا يعني الاعلان بيجيلك تتك تخطي بس كده. تمام. طبعا زي ما انت شايف كده معانا ارقام في استراليا هنا اهيت. تمام. طبعا انت لو لقيت رقم محظور معدل، انت يفضل انت تستخدمه على واتساب المتجر او الاعمال. تمام. تعال نخش على النمسا. عايز بس اعرفك ان الموقع او الدول اللي هنا ديت طبعا فيها ارقام. تمام. زي ما انت شايف كده ارقام هنا اهيت في النمسا برضه، وكل يوم الارقام دي بتتحدث في الموقع، يعني بينزل ارقام جديدة كل يوم في الموقع. تمام. عشان ما تجيش تقول لي ان الموقع كل ارقامه محظورة وكده. لو دخلنا برضو على بلجيكا اللي انت بتدور عليها عشان تعمل منها رقم فينش، برضو هتلاقي ان في برضو منها ارقام كتير جدا في بلجيكا والبرازيل برضو. تعالى برضو اوري لك البرازيل عشان تتأكد. هتتك تخطي طبعا لو ظهر لك اي اعلان. تمام. فتحنا البرازيل وبرضو زي ما انت شايف كده اهوت، هتاخد مثلا اي رقم تاخده نسخ. هنعرفك دلوقتي بس حاجة كده معينة عشان تعرف. طبعا المواقع ديت عشان تعمل منها ارقام لازم تعمل الرقم على اول الساعة بالظبط. يعني اول ما الساعة دلوقتي الساعة كام؟ بص، يعني دلوقتي الساعة 12:30. اول ما الساعة تبقى واحدة بالظبط، مش شرط بقى تكون واحدة بالظبط، يعني مثلا واحدة، اتنين، خمسة، سبعة، تسعة، 12، لازم تطلب الكود على اول الساعة بالظبط. تمام. هتحط الرقم كده نسخ زي ما انت شفته وتدوس على التالي. زي ما انت شايف الرقم شغال مش محظور ولا اي حاجة. تمام. هتدوس على كلمة نعم، وطالما هو قالك اعادة ارسال الرسالة القصيرة بعد 10 ساعات وعندك هنا اتصل بيه، يبقى كده الرقم ده الكود بتاعه محروق. تمام. وزي ما قلت لك لازم تطلب الكود على اول الساعة. وطبعا الدول ديت كلها فيها ارقام طبعا، وارقامها كلها شغالة، والموقع كل يوم بيتحدث بينزل له ارقام جديدة. تمام. واشوف وشكوا على خير الفيديو الجاي. سلام.